بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، النهارده هناخد إن شاء الله زي ما اتعودنا بقى ملخص الحصتين اللي احنا خدناهم في خلال الأسبوع ده. هنتكلم النهارده عن استخدام النماذج لجمع الأعداد الكسرية وطرحها. هنتكلم عن التقدير المجموع، التقدير غير الناتج الفعلي، وعندنا كمان تقدير الفرق والناتج الفعلي، واخر حاجة عندنا كمان ازاي استنتج الرمز المجهول في مسألة حسابية. يلا على طول نبدأ بسم الله. اولا استخدام النماذج المقصود به اللي انا امثل الكسور او الاعداد الكسرية اللي معايا بصور زي ما انت شايف كده. المسألة الأساسية بتاعتنا عندنا 2 صحيح وخمسين زائد 1 صحيح ونص. عشان استخدم النماذج مطلوب مني ان انا امثل العدد الكسري ده هو بنموذج مرسوم. احنا اخترنا المستطيل، ممكن نستخدم رموز تانية او اشكال تانية، لكن هنستخدم المستطيل بشكل بسيط كده. الاتنين دول هما الاتنين دول، يبقى كل وحدة كاملة من دول بنستخدم لها نموذج كامل، يبقى دول الاتنين صحيح. الخمسين باخد المستطيل التالت اللي هو بيساوي دول بالظبط كده في المساحة، وابدأ اقسمه الى 5 اجزاء متساوية بالشكل ده. 5 اجزاء دول هظلل منهم جزئين بس، فيبقى العدد الكسر بتاعنا 2 صحيح وخمسين، ادي الاتنين صحيح، وادي جزئين من الخمس اجزاء من التالت. طيب بالنسبة للعدد التاني 1 صحيح ونص، عندنا نموذج كامل، مستطيل كامل اهوت، ده بيمثل واحد الصحيح، والنص بعمل مستطيل زيه بالظبط برضه زي ما اتفقنا، بس بقسمه نصين افقيا بالشكل ده، وظللت الجزء اللي فوق. طيب تمام، يبقى انا هنا مثلت 52 بالشكل ده، 1.5 بالشكل ده، وعايز اجمع العددين الاتنين على بعض، فلازم طبعا زي ما احنا عارفين تكون الكسور متجانسة او الاجزاء متساوية. طيب الاجزاء هتبقى متساوية ازاي بقى؟ اللي احنا عملناه في النموذج التاني ده كنا قاسمين النموذج نصفين، فهناخد التقسيمة دي ونعملها هنا، قسمناه نصين اهو. طب النموذج الاول كنا قاسمينه 5 اجزاء متساوية، هروح للتاني واقسمه 5 اجزاء متساوية. يعني التقسيمة اللي هنا كررناها في النموذج ده، والتقسيمة اللي هنا كررناها في النموذج ده، فبالتالي بنحصل على كسور متجانسة. هنا بقى عندنا 10 أجزاء، لو أنت عديت الأجزاء دول هتلاقيهم 10، وهنا برضو نفس الكلام هتلاقوهم 10. طيب هنا مظللين بقى كام جزء من العشرة؟ 4 أجزاء، أدي جزئين وأدي جزئين، 4 أعشار، وهنا 5 أجزاء من العشرة، يبقى 5 أعشار. يبقى أنا كده جنست الكسور، يبقى أنا عندي هنا 52 أصبحوا 2 صحيح و4 أعشار، وهنا الواحد ونص أصبح 1 صحيح و5 أعشار. لما بنيجي نجمع طبعا بنجمع الأعداد الصحيحة الأول، أدي 1 2 3، والأجزاء هنا 4 وهنا 5 أجزاء، يبقى عندنا 9 أجزاء من ال10 أجزاء. يبقى إذا كده استخدمنا النماذج في حل مسألة حسابية. طيب بالنسبة للتقدير، أما أجي أقدر الناتج بالنسبة للأعداد الكسرية، التقدير بيبقى مرتبط بالكسر الحقيقي. احنا معانا الكسر، العدد الكسري عبارة عن عدد صحيح ومعاه كسر حقيقي، كسر حقيقي مع العدد الصحيح. التلت كسر حقيقي، الخمسين كسر حقيقي. عايزين نقدر الناتج. تقدير الناتج بقى، احنا قلنا التقدير حاجة من 3، لا إما الكسر اللي معايا أقل بكتير من النص فيبقى تقديره 0، يا إما الكسر اللي معايا أقرب إلى النصف فنقول نص، أقرب إلى الواحد الصحيح نقول واحد صحيح. يبقى التقدير حاجة من 3، يا إما الكسر بتاعنا يبقى قريب من الصفر، يا إما قريب من النص، يا إما قريب من الواحد الصحيح. بالنسبة للحالات اللي معانا، المقام بتاعنا 5، بناخد نص المقام، بنقيس على نص المقام اللي معانا. نص الخمسة 2.5، أنا معايا في البسط 2، واضح جدا اللي هي قريبة جدا من ال2.5 اللي هو نص المقام. إذا الكسر اللي معانا ده أقرب إلى النصف، فبالتالي يبقى التقدير بتاعنا 3 صحيح، اللي هو العدد الصحيح ده زي ما هو بالظبط اهوت، والخمسين دول قريبين جدا من الكسر بتاعنا نص، يبقى 3.5. نفس القصة هنا، التلاتة نصها 1.5، انت معاك في البسط 1، الواحد أقرب إلى 1.5 اللي هو نص التلاتة، فيبقى برضو تقدير التلت ده نص. يعني انت عايز تقول له التلت قريب من النص، فنكتب 2 صحيح ونص. اما بنيجي نجمع
هنجمع 3.5 زائد 2.5. طبعا بنجمع نص ونص يبقى واحد صحيح، وادي 3 و2 5، يبقى مجموع الأعداد الكسرية اللي معايا ده إيه؟ 6. يبقى أنت عايز تقول له كده إن تقدير حاصل جمع 3 صحيح وخمسين زائد 2 صحيح وتلت تقريبا هيبقى 6. ولما أقول التقدير ما بيدكش ناتج إيه؟ ناتج واقعي أو ناتج دقيق، هو بيديك ناتج قريب من الإيه؟ الحقيقي. ده بالنسبة للتقدير. لو حبينا بقى نقول الناتج الفعلي، الناتج الفعلي باخد الأعداد بنفس الهيئة بتاعتها، 3 صحيح وخمسين زائد 2 صحيح وتلت، ونبدأ علشان نجمع. قلنا مفيش جمع أعداد أو كسور غير متجانسة، المقام هنا 5 المقام هنا 3، مقامات مختلفة، إذا الكسور ديت كسور غير متجانسة، لا يجوز الجمع أو الطرح إلا لكسور متجانسة. هنجنس الكسور إزاي؟ بنجيب المضاعف المشترك للمقامات، معانا 5 و3، المضاعف المشترك بتاعهم هيبقى كام؟ قلنا عندنا أكتر من طريقة للحصول على المضاعف. أول حاجة بنذهب إلى المقام الأكبر اللي هو الخمسة، ونختبر مدى قابليته على الثلاثة اللي هو المقام الأصغر. طبعا الأولاد الشطار عارفين إن الخمسة عدد أولي مش هيقبل الاسم غير على نفسه وعلى الواحد، يبقى مفيش مشترك بين الخمسة والإيه والتلاتة، فهنضرب الخمسة في 3 نحصل على المضاعف بتاع المقامات اللي هو 15. طبعا بنكتب 15. أما بالنسبة للأعداد الصحيحة اللي معانا كل واحد بيتكتب في مكانه، موضوع التجنيس ده مرتبط بالكسور وليس الأعداد الإيه الصحيحة. يبقى 53 هيبقى هناخد التلاتة صحيح، المقام بدل ما هو 5 هيبقى 15. عشان أجيب البسط بقى قلنا بنعمل إيه؟ بنقسم المضاعف اللي هو ال 15 ده على المقام الأساسي اللي هو 5، والناتج اللي بيطلع بضربه في الاتنين. ليه بقى؟ وانت لما بتقسم ال 15 على الخمسة انت بتقسم بغرض انك تعرف ضربت الخمسة في كام عشان تبقى 15. اما نقسم 15 على الخمسة يبقى 3، معناها ان انا ضربت الخمسة في 3، يبقى انا هطلع برضو للاتنين واضرب برضو الايه الاتنين في 3 تبقى بايه؟ ب6. يبقى احنا نقول تاني سريعا كده، 15 على الخمسة 3 في 2 ب6. نفس اللي عملناه مع العدد الاولاني نعمله مع العدد الثاني، 15 على الثلاثة 5، 5 في 1 ب5، ونبدأ نجمع. طبعا أول خطوات الجمع بنثبت المقام بتاعنا بعد ما جنسنا الكسور، يبقى المقام 15، المقام لا يجمع ولا يطرح زي ما اتفقنا، وبنجمع البسوط 6 زائد 5 11، وبعد كده بجمع الأعداد الصحيحة 3 زائد 2 5. يبقى الناتج الفعلي أو الناتج الحقيقي بتاع المسألة بتاعتنا طلع 5 صحيح و11 على 15، والناتج بتاع التقدير طلع 6. واضح جدا ان نتيجتين الاثنين قريبين من بعض، لان ال 11 عدت نص 15 اللي هي 7 ونص، يبقى ده عدى النص بكتير، فيبقى تقديره هيبقى 6 زي ده بالظبط، فيكون هنا التقدير ايه؟ مقبول. نفس الحوار ده هنعيده مع تقدير الفرق، والفرق المقصود بيه مسألة طرح. تعال نشتغل بقى بنفس الطريقة كده برضو. عشان أقدر 4 صحيح وخمس أسداس هذهب إلى الكسر اللي هو الخمس أسداس. بنقدر إزاي بقى؟ بناخد نص الستة، نص المقام 3، أنت معاك فوق 5، الخمسة أقرب إلى الستة ولا أقرب للتلاتة اللي هي نص الكسر؟ طبعا أقرب للستة. الستة أسداس بواحد صحيح، يبقى تقدير الكسر بتاعنا ده هيبقى 1. ولما يكون التقدير 1 يبقى هيضاف إلى العدد الصحيح اللي معايا اللي هو الأربعة، فيبقوا الاثنين على بعض كده هيبقوا إيه؟ 5. طيب تعال نروح الناحية التانية. الأربعة نصها 2، أنا معايا فوق 1، الواحد ده ما حصلش نص الأربعة، هتقيس أنت بقى المسافة بينه وبين الصفر وبين نص الأربعة اللي هي 2، هتلاقي نفس المسافة بين الصفر والاتنين والواحد 1، وبين الواحد والاتنين برضو 1. في الحالة دي بذهب إلى الأكبر اللي هو النص، يبقى الربع ده هيبقى تقديره نص، والعدد الصحيح في الحالة ديت هيبقى إيه؟ هيبقى ثابت زي ما هو 2. احنا غيرنا هنا العدد الصحيح لأن ده أقرب إلى الواحد فزودنا الواحد على الأربعة، لكن هنا ده أقرب إلى النص كتبنا نص، والاتنين زي ما هي يبقى 2 صحيح وإيه؟ ونص. لما بنيجي نطرح 5 ناقص 2 ونص بالحساب العقلي كده، كأن معاك 5 جنيه وصرفت منهم 2 جنيه ونص، يتبقى معاك على طول 2 وإيه؟ ونص. ده ناتج التقدير، ناتج التقدير. طيب الناتج الفعلي زي ما عملنا فوق نفس القصة تماما،
هنروح برضو نبص على المقامات، هنلاقي المقامات مختلفة، إذا معانا كسور غير متجانسة. عشان نحولهم إلى كسور متجانسة بنروح للمقام الكبير اللي هو الستة. مش عايزين نتعود اللي احنا نضرب الستة في أربعة على طول، لا، احنا بنروح للستة عدد غير أولي، ما تقبلش الاسم على الأربعة، عدد غير أولي أيضا. أسهل طريقة عشان أجنس الكسور أذهب إلى مضاعفات المقام الأكبر اللي هو الستة. مضاعفات الستة زي ما احنا أخدنا بقى في الترم الأول، الستة، ال 12، ال 18، كل مرة بنزود قيمة العدد ستة. الستة ما تقبلش على الأربعة، المضاعف بتاع الستة اللي بعدها على طول 12، ال 12 يقبل على الأربعة، إذا هو المضاعف هيقبل على الإيه؟ على الستة ويقبل على الأربعة. يبقى المقام بتاعنا هيبقى 12 في الإيه؟ الجهتين. زي ما اتفقنا قبل كده الأعداد الصحيحة ملهاش دخل بالموضوع ده، بتتكتب زي ما هي. نجيب البسط ازاي بقى؟ بنفس الطريقة اللي قلناها فوق. هنقول 12 على 6 فهي الاتنين، يبقى انا ضربت الستة في 2 عشان تبقى 12. هطلع اضرب الاتنين في كمان في 5 يبقى ايه؟ يبقى 10. يبقى 12 على 6 2 في 5 ب 10. لازم نحل مسائل كتير من النوعيات دي عشان نحفظ نفسنا القواعد الأساسية بتاعت الايه؟ إجراء العمليات الايه؟ الحسابية. هنا نفس الحكاية، 12 على 4 3، 3 في 1 ب3، ونبدأ نجمع الايه؟ الأعداد الكسرية اللي معانا. الخطوة الأولى في الجمع بنثبت المقام بتاعنا 12، مقامات لا تجمع ولا تطرح، بنأكد على الفكرة دي. ونجمع البسوط الأول، 10 ناقص 3، 10 ناقص 3 7، والعدد الصحيح 4 ناقص 2 2. ده الناتج الفعلي. برضو عايزين نكتشف ان التقدير بتاعنا مناسب ولا لا، فبنقيس على الكسر اللي معانا. ال 12 نصها 6، انا معايا فوق 7، يبقى الكسر ده اقرب الى النص، يبقى النتيجة هتبقى 2.5، نفس الناتج اللي فوق، اذا برضو التقدير بتاعنا ايه؟ تقدير مقبول. اخر جزئية هنتكلم فيها ايجاد قيمة المجهول. خدنا في الترم الاول حاجة اسمها الكل وحاجة اسمها الجزء، وبفكرك ان في مسائل الجمع العدد اللي بعد علامة يساوي هو المقصود به الكل، يعني مجموع الجزئين دول. في مسألة الطرح الكل بيكون المطروح منه اللي هو العدد اللي قبل علامة ناقص. طيب ايه بقى حكاية الكل والجزء دي؟ الناس الشاطرة عارفة وفاهمة ان احنا لما يكون موجود معانا الكل قيمة عددية بتتحول المسألة بتاعتنا إلى مسألة طرح. يبقى هنا هنستخدم عملية الطرح. بنطرح إيه بقى؟ بنطرح الكل اللي هو 6 صحيح وتمنين ناقص 3 صحيح وتلت اللي هو الجزء الموجود معانا، أحد الأجزاء المجهولة معانا اللي هو الإيه؟ الإيه ده؟ يبقى الجزء الثاني هيبقى 3 صحيح وتلت. يبقى المسألة اتحولت من مسألة بالشكل ده إلى مسألة إيه؟ مسألة طرح، الكل ناقص الجزء الموجود معانا. طبعا زي ما احنا شرحنا فوق ما ينفعش أطرح كسور غير متجانسة، نبدأ على طول بالتجنيس. المقام الكبير اللي معانا 8 لا يقبل القسم على 3. طيب تمام، بس الشاطر عارف إن التلاتة عدد أولي، يبقى أنت عندك حل من اتنين، يا إما تشتغل على مضاعفات التمانية اللي هي الكبير زي ما عملنا مع الستة، بس الأسهل هنا إن أنا أضرب التلاتة في 8 عشان التلاتة عدد أولي. يبقى هيبقى عندنا المقام بتاعنا كام؟ 24. يبقى هنكتب الستة صحيح مالناش دعوة بقى خالص، المقام بتاعنا 24 ناقص العدد الصحيح 3 مالناش دعوة بيه برضو زي ما اتفقنا، المقام بتاعنا هيبقى 24 عشان تصبح الكسور متجانسة. وابدأ أكمل الكسور بتاعتي. هقسم ال 24 على 8 3، 3 في 2 ب 6. 24 على 8 3 في 2 ب 6. كسر التاني 24 على 3 8، 8 في 1 ب 8. حتة مهمة بقى جدا كده نركز كده مع بعض كلنا. أول خطوة في الطرح بنثبت المقام بتاعنا 24 ونبدأ نطرح البسط. لما اجي اطرح الستة ناقص 8 طبعا ما ينفعش اطرح صغير ناقص كبير. في الحالة دي بروح استلف عادي جدا، بستلف من العدد الصحيح اللي هو الستة تتحول تبقى 5. طيب الواحد بقى اللي انا خدته ده عدد صحيح، لما اجي ادخله على الكسر لازم يدخل في صورة كسرية. زي ما قلنا قبل كده ان الواحد الصحيح ده لازم البسط والمقام يكونوا قد بعض تماما. يبقى الواحد اللي انا هاخده هفكه 24 على 24. يعني انا عايز اقول لك ان الواحد اللي انت بتستلفه من العدد الصحيح قيمته نفس قيمة المقام. يبقى الواحد ب 24
مع الستة هيبقوا 30. طيب يبقى انا عايزك تحفظ بقى ان الواحد لما تيجي تستلفه من العدد الصحيح قيمته نفس قيمة المقام بالظبط. لو المقام 7 يبقى الواحد ب7، المقام 5 يبقى الواحد ب5. هنا المقام 24 يبقى الواحد ب24، وكان معانا 6 يبقوا 30. ونكمل بقى الطرح بتاعنا عادي. 30 ناقص 8 هيبقوا 22. خلصنا الكسر نروح على العدد الصحيح اللي هو بقى 5 ناقص 3 يبقى 2. يبقى الناتج طلع 2 صحيح و22 على 24. لسه المسألة فيها تكة صغيرة كمان، إن الكسر اللي طلع معانا ده ليس في أبسط صورة يمكن تبسيطه باسمة البسط والمقام على 2. 22 على 2 فال 11، 24 على 2 فال 12، ويبقى ده كسر حقيقي ومفيش تبسيط له تاني. والاتنين طبعا عدد صحيح هتطلع في مكانها زي ما هي، يبقى الناتج طلع 2 صحيح و11 على 12 اللي هي قيمة حرف الايه، حرف الايه. يبقى احنا كده حصلنا على قيمة حرف الايه. نروح الناحية التانية. الكل المرة دي قيمة رمزية مش موجودة، حرف ال. يبقى هنا هستخدم عملية ايه؟ طالما الكل مش موجود يبقى هنستخدم عملية جمع، يبقى نستخدم عملية الجمع. تمام. يبقى في حالة وجود الكل بتحول المسألة إلى طرح، في حالة عدم وجود الكل بتحول المسألة إلى جمع. هجمع 2 صحيح وربع زائد 2 صحيح وخمس. تمام. لما بنيجي نجمع بقى لازم نتأكد إن الكسور بتاعتنا متجانسة أو غير متجانسة. واضح إن الكسور غير متجانسة لأن الأربعة والخمسة مقامات مختلفة. لما أجي أجيب المضاعف نقول بقى مع بعض كده زي ما اتعلمنا في كل المسائل اللي فاتت. الخمسة الكبيرة عدد أولي، خلاص ما نتعبش نفسنا، هنضرب الخمسة في 4 على طول يبقى المقام 20. بكتب العدد الصحيح 2، المقام بتاعي 20 زائد اللي عدد صحيح 2، المقام هيبقى 20. ونبدأ نجيب البسط بنفس الطريقة بقى، أعتقد إن إحنا كلنا حفظنا خلاص. 20 على 4 5 في 1 ب5. 20 على 5 4 في 1 ب4. نبدأ بقى نجمع. الخطوة الأولى بنثبت الأساس بتاعنا زي ما هو 20 بعد ما جانسنا الكسور، ونجمع البسوط الجديدة بقى. خلاص دي خلاص المسألة دي اتلغت، بقى عندنا 5 زائد 4 9. الأعداد الصحيحة 2 زائد 2 4، ويبقى الناتج النهائي بتاع المسألة 4 صحيح و9 على 20. يعني قيمة حرف ال هنا هتبقى ب 4 صحيح و9 على 20. ودي أهم النقاط اللي احنا كنا حابين نتكلم فيها.